بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول فيديو ليا في القناة بتاعتي. آه، ابتديته. هبتدي بموضوع كهرباء. القضية بخصوص الاستئناف اللي اجتماع الاستئناف النهاردة ان شاء الله، والمفروض في قرارات هتتاخد او الموضوع يتأجل، لسه الامور مش واضحة. بس انا رأيي ان الاهلي قدم شكوى للقضاء الاداري علشان يطعن في قانونية اصلا اللجنة اللي عملت العقوبة بتاع الكهرباء. انا شايف ان الاهلي عملوا ده صح جدا، لاسباب كتير. لان الوزير كان استند على لما أجل عزل مرتضى منصور من على الكرسي بتاعه، كرسي نادي الزمالك. كان استند ان في قضايا دلوقتي في القضاء الاداري، لما تصدر هيقرر العزل بتاع مرتضى منصور. فطبعا مع انه المفروض كان اصلا في اللوائح ان طالما في عقوبه مقيده للحريه كان يتشال على طول، المفروض يعني كانت الوزاره تعمل كده على طول. بس طبعا قعدت تمط وتقول عشان النادي ومش عشان النادي واستقرار النادي، رغم اللي هو وزير ملوش دعوه وبيطبق قانون بس. بس ما علينا. رجع اتحجج، قال لك لا، في قضيه منظوره في القضاء في مجلس الدوله تقريبا او القضاء الاداري، كل حاجة زي ما هي لحد ما يطلع قرار. لما يطلع قرار نشوف. وطلع القرار وراح بعت وبتاع. هو مرتضى طبعا لسه قاعد في النادي وكل حاجة، ومفيش حاجة اتغيرت غير ان بس ان المفروض ان الجوابات لازم ما يبقاش فيها اسم مرتضى منصور، علشان مش معترفين بيه اللي هو كرئيس. بس هو بيمارس حقوقه كرئيس يعني عادي جدا يعني. ده احنا في مصر يعني مفيش مشكلة. عفوا. فاللي انا اقصده بقى الاهلي عملوا ده، اللي هو لما لجنة الاستئناف قالت احنا في اجتماع، راح الاهلي على طول راح قضاء اداري، قدم الاستشكال اللي هو او الطعن على على القرار على التشكيل اللجنة اصلا انه غير قانوني. فكده دلوقتي ان لجنة الاستئناف مش هتقدر تاخد اي عقوبة الا لما تشوف اصلا اللجنة دي من القضاء الاداري ليها الحق اللي هي تعمل عقوبات ولا لا، هي اللي هي اصلا يعني رسمية ولا لا، ولا فعلا دي باطلة. وتبقى على حسب القرار. لو طلعت اللي هي لجنة باطلة هيبقى كل قراراتها باطلة، فمش هيقدروا يعملوا حاجة. فالاهلي حط العقده في المنشار. زي ما الوزير استخدم النقطه دي، الاهلي برضو استخدم نفس النقطه في نفس الحاجه. فانا شايف ان هي خطوه كويسه جدا من النادي الاهلي، واحنا في انتظار دلوقتي القرار. وايا كان انا واثق في مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله، يعني هيعمل الصالح للنادي ولكهرباء. آه وباذن الله في التوفيق، بالتوفيق اللي ان شاء الله للنادي الاهلي والمجلس ادارته. بيتحارب كتير جدا. ربنا معاهم، مستحملين ضغوط كبيره. وان شاء الله تبقى الدنيا احسن. ويا رب يا رب يا رب لوائح تتعمل قانونيه وكل يمشي عليها، الكبير قبل الصغير. واتمنى ان في القانون والناس تحترم القانون وتحترم لوائح وتتنفذ على الكل، اهلي بقى زمالك اي حاجه. انا ما عنديش مشكله خالص في النقطه دي. بس وانا سعيد جدا ان ده اول فيديو ليا، وادعموني وان شاء الله باذن الله هكمل يعني لو عجبكم المحتوى. وان شاء الله باذن الله في فيديوهات تانية هبقى انزلها ان شاء الله. السلام عليكم.